السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمر عزت من مشجع التالتة. قبل ما نبدأ الفيديو مننساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد واللايك. حدد النادي الأهلي الثامنة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 مايو الجاري موعدا للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 في الشهر ذاته. ويتدرب الأهلي مرتين فقط في تونس يومي الخميس والجمعة استعدادا لنهائي أفريقيا المرتقب. خطف فريق الأهلي فوزا قاتلا على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على استاد غزل المحلة في إطار مباراة الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، في آخر بروفة قبل غلق مباراة الدوري وبدء التحضيرات لمباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. عقد محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد الإسكندري اجتماعا مع طارق العاشر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم فور وصوله إلى مدينة الإسكندرية مباشرة لمناقشة الاستقالة التي أعلنها المدير الفني خلال حديثه التلفزيوني عقب مباراة اليوم أمام المقاولين العرب. وعقب هذا الاجتماع تراجع طارق العاشر عن تقديم استقالته واستمراره مع الفريق. أكد عمر جابر لاعب فريق الزمالك أهمية مباراة نهضة البركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، موضحا أن فريقه جاهز للمباراة والزمالك يسعى لتحقيق الفوز في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان كما يطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة. قال جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أن فريقه يستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مثل أي مباراة يخوضها فريقه. وقال جوميز فريق نهضة بركان من الفرق الكبيرة ويلعب بشراسة دفاعية كبيرة ولديهم لاعبون في وسط الملعب لديهم طرق في بناء الهجمات. قال مصدر في الأهلي أن النادي لم يتلقى أي مخاطبات أو مراسلات من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن مكافأة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا التي سيشارك فيها 32 فريق. وأكد مصدر أن الأهلي لا يعرف شيئا عن المكافآت التي تحدث عنها تقارير إعلامية الفترة الماضية بشأن حصول كل فريق مشارك في البطولة على 9 مليون دولار أمريكي، على أن يحصل بطل كأس العالم للأندية نسخة 2025 على 40 مليون دولار. وشدد المصدر على أن النادي ينتظر المخاطبات الرسمية بخصوص هذا الأمر، لأن الأهلي لا يسير وراء التقارير الإعلامية، خاصة أن هناك بعض التقارير التي ذهبت في وقت سابق إلى أن مكافأة الفوز ببطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم ستكون 13 مليون دولار قبل انطلاقها. وبعد انطلاق البطولة اكتشف الجميع أن مكافأة البطل لا تتعدى 4 مليون دولار فقط. ودي آخر أخبار. متنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.